السلام عليكم، هلا والله شباب، معاكم ليث شو. يقول نزار قباني: لو أن حبك كان في القلب عاديا لمللته من كثرة التكرار، لكن أجمل ما رأيت بحبنا هذا الجنون وكثرة الأخطار. خلينا نركز اليوم على آخر كلمة كثرة الأخطار هذه. في بعضهم يحب لك شخص ممكن أنه يوصل لدرجة الجنون، يعني في بعضهم ممكن أحيانا أنه يضحي بحياته علشان شخص ثاني، لكن الشخص الثاني حتى أحيانا يمكن ما درى عنه، بالضبط مثل ما صار للهولندي ألكسندر بيتر. طبعا بعضكم بيقولوا وش سالفته، راح أقول لكم سالفته باختصار. طبعا هو هولندي عمره 41 عام، يوم من الايام كان فاضي وكذا قاعد وملان مستمل جاي ملل كذا، فقال خل ادخل النت. فاخوينا دخل النت وراح على موقع للتعارف. طيب دخل موقع التعارف ودخل على شات ولقى له وحده. طبعا البنت اللي تعرف عليها اسمها جانج، عمرها 26 سنه من الصين. فصاحبنا قاعد يكلمها مده شهرين وياخذ معاها سوالف اخذ وعطي وما ادري كيف، واستمتع معاها. فطاح بحبها يعني، وطاح في غرامها، وهي طبعا يعني مش على بالها ان العلاقه وصلت مثلا انه هو يحبها او انه هو شيء كذا، يعني تقريبا كان على بالها يعني انه بس يكلمها كذا يوميا كصداقه او شيء كذا. بس في نهايه الامر كلمها وقالها ابي اشوفش، ما شفتش انا، بس تعارف نت ما يصلح. فاستعد هو عشان يسافر وكذا وما ادري كيف، وسافر راح على الصين وعشان يلاقيها. طبعا البنت هذه ما شلت همه، لان اصلا هي كانت تتوقع انه يمزح معاها او انه يكذب عليها او من هالقبيل يعني، فما كان عبالها ان الموضوع جدي مرة للاخر. طبعا راح على الصين، نزل بالمطار وعلى باله ان هي بتكون يعني بانتظاره وكذا عشان ترحب وما ادري كيف، لكن للاسف ما لقى احد. راح خوينا وقعد على الكراسي حق المطار، وقعد اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، ما في احد ما جاء احد ابد. فتخيلوا يعني تقعد 3 أيام بنفس المكان، يعني يجيك ارهاق ويجيك تعب مره. ففي النهايه صاحبنا كمل 10 أيام. تخيلوا يعني 10 أيام وقاعد بنفس المكان وخلاص الارهاق عنده واصل حد مره. طبعا الصينيين تعاطفوا معاه وشافوا يعني حالته انها مره تعبانه، حالته يعني يرثى لها مثل ما تقول. فطلبوا له سيارة إسعاف. فلما طلبوا له سيارة الإسعاف عالجوه وكذا وما أدري كيف، وقالوا له يلا توكل على بيتك، روح انقلع خلاص ملينا منك. فرفض انه يغادر، يعني قاعد هناك ينتظر. المهم وصلت وسائل الإعلام وشافت الموضوع ونقلتها على التلفزيون، ويعني وصار موضوع جدل هناك وبلبل وما أدري كيف على شيء فاضي يعني ما يسوى. في النهاية جانج هذه شافت الخبر وتذكرت، قالت صح الحين تذكرت هذا كان بيجيني وما أدري كيف، شلون نسيته. المهم اتصلت حق وسائل الإعلام هي، وراحت قابلتهم في المستشفى، وراحت وشافتها. قالها ليش ما جيتي؟ قالت لا والله على بالي انه مزحة يعني الموضوع، يعني ما شلت أنا الموضوع باهتمام وما أدري كيف. المهم في النهاية شافها والتموا، وكانت نهاية سعيدة. تستاهل الصراحة موسيقى سعيدة هنا، لكن للأسف ما في. طيب يا شباب، الموضوع الثاني عن لعبة بوكيمون وكيف وصلت جنون الناس لأقصى الدرجات. في عندنا زوجين لعبوا اللعبة هذه وادمنوها، يعني صارت بالنسبة لهم حاجة مرة هوس. راحوا ذي الزوجين مع بعض للحديقة، وكانت معهم بنتهم الصغيرة. فوصلوا الحديقة وعلى أساس أنهم يصيدون بوكيمونات، يعني هم جايين علشان أنهم يصيدون بوكيمونات، يعني تخيلوا. طيب للحين الموضوع عادي، يعني هي لعبة وهم رايحين يصيدون بوكيمونات، أوكي ما في شيء في الموضوع يعني. المهم تركوا بنتهم على جنب كذا وراحوا يصيدون بوكيمونات، انطلقوا في سبيل الله لصيد البوكيمون. فالناس اللي في الحديقة شافوا أن الطفلة هذه ما في عندها أهل، ما في عندها وين أبوها وين أمها، بس كذا واقفة محلها ما في أحد جنبها. فسريع الناس اتصلوا وتواصلوا مع الشرطة في ولاية أريزونا. طبعا السالفة هاي في أريزونا بأمريكا. فجات الشرطة ولقت أن البنت لحالها، والأم رايحة تجيب بوكيمون، والأبو رايح يجيب بوكيمون، والبنت كذا قاعدة في سلتها بلا ماي ولا شيء وميتة من الحر. المهم الشرطة بعد ما مسكت بالزوجين أفرضت عليهم غرامة على الشيء ذا اللي سووه. بصراحة من وجهة نظري ان الشرطة تغرم هذول الزوجين فلوس انهم تركوا بنتهم، بصراحة اشوفها حاجة مرة كويسة، حاجة مرة ممتازة. لو عندنا بيجون الزوجين بيقولوا نسينا بنتنا معليش احنا بس تاركينها هنا دقيقة ورحنا ورجعنا وما ادري كيف وخلاص، بيقولوا لهم يلا سيروا. المهم ما علينا، في النهاية نقول يا الله بس لا تجيب لنا الجنون من اللعبة ذي. بصراحة انا للحين ما لعبتها ودي، لكن ضائقة عندي معاها. طيب يا شباب، الخبر الثالث عندنا شوي شاطح، يعني ممكن ما أدري بالنسبة لي يعني كذا. أحيانا ممكن إنك تدخل شجار يعني مع شخص، لكن مثلا ممكن تدخل شجار مع شخص في السوق، ممكن تدخل شجار مع مثلا في مدرسة،
أو تدخل شجار في الشارع مثلا، أو أحيانا ممكن في صالات المستشفيات يعني. لكن وانت تعالج مثلا تدخل شجار، هذه الصراحة حاجة شوفها مش كويسة. في عندنا شخصين رايحين يعملون غسيل كلى، وصارت مشادة بينهم بالكلام، ما أدري وش السالفة بالضبط، لكن شكلها قوية فتعاركوا. طيب يا ذكي، أنتوا يا لحالكم كل واحد منك كلاه ما أدري وش فيها من السم هذا، وقاعدين يغسلوا لكم كلاكم في المستشفى، تروحون بعد تتضاربون في المستشفى. المهم السالفة ترى ما انتهت على خير، السالفة كانت عواقبها مرة قوية. طبعا مثل ما تشوفون معاي هذا المقطع، وتشوفون واحد هنا وواحد هناك الجنب الثاني. شوف 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 شلون رمى حاجة حارقة عليهم وحرقهم. بصراحة حاجة غبية مرة، أشوفها حاجة مرة غبية. في مواد كيميائية بالمستشفيات بصراحة نحن ما نعرف خطورتها، لكن أحيانا ممكن أنها تسبب كوارث. طبعا على حسب الخبر اللي قريته أن الجميع اللي في الغرفة ذي توفوا وماتوا بسبب الحريق هذا. طيب يا شباب، هذه نهايتي معاكم، وكان معكم ليث شو، ويلا سلام، بيس.